كلمة قصيرة بس بتحيرك، كلمة ممكن تخليك ما تعرفش تلم أجرة المشروع، كلمة ممكن ما تخليكش تعرف ترد في أبسط المواقف، كلمة ممكن توديك الأولمبياد وأنت قاعد على السرير، أو تشوف حاجات أنت بس اللي بتؤمن بيها. Moving on, there are over 1.5 million schizophrenia. Well, this means that some people living with bipolar disorder or schizophrenia Diagnosed paranoid schizophrenics living in America. الأشيزوفرينيا هي عبارة عن كلمة لاتينية بتنقسم لمقطعين، التشيزو يعني السبليتنج أو الفصل، والفرينيا يعني المايند، على بعض كده السبليتنج اوف مايند، أو ما يدعى بالانفصال عن الواقع وخلق واقع محدش شايفه ولا سامعه غيره. وصاحب هذا المرض بيبقى مش عارف أنهي واقع هو فعلا عايشه ولا أنهي من صنع دماغه. طبعا هيجي في دماغك مقولة الفنان أحمد سعد، ولا أنا جوايا ومش داري والاتنين في بعض. عجبني تفكيرك، بس مش دي حاجة تانية اسمها المالتيبل بيرسوناليتي، ودي ممكن نتكلم عليها بعدين. دي بتبقى عبارة عن ان انت بتبقى عايش الشخصية مع اهلك غير الشخصية مع صحابك غير الشخصية مع حبيبتك غير الشخصية في الشارع عامة مع الناس. نرجع لموضوع سنة 400 قبل الميلاد، أبوقراط هو أول من يجمع بين الطب النفسي والطب البشري. طب احنا ليه ذكرنا أبوقراط؟ لأن الشيزوفرينيا هو مرض mental disorder، ولكن أعراضه بتصنف على إنها مرض نفسي. في أواخر القرن ال 18 الطبيب النفسي الألماني إيميل كريبلين قال مصطلح dementia precoce، واللي هو الخرف المبكر، وقال المصطلح دوت لأن المريض بيبقى عنده خلل في الوظائف العقلية ولكن في سن الشباب. بعد كده الطبيب النفسي الفرنسي أوجين بلولر اللي اخترع المصطلح اللي احنا لحد دلوقتي بنستخدمه، اللي هو الاشيزوفرينيا او الفصال. الشخص المصاب بالمرض دوت بيعاني من الهلاوس، زي انه مثلا يسمع صوت بيقول له اذي نفسك، او اذي حد انت بتحبه، او انه يسمع صوت يقول له طلق مراتك عشان نسيت تحط الملح في الاكل، او انه مثلا يطلق مراته عشان بصت وراه وهم قاعدين في المطعم، او هلوسه من ان شعوره بان حد واقف وراه بيراقبه، او ان في ناس بتراقب تصرفاته وحركاته طول الوقت، او انه يحس المذيع جوه التلفزيون بيكلمه هو شخصيا، او بيوجه له الاتهام او بيوجه له التهديد هو شخصيا، او حتى لو في قاتل متسلسل في الاخبار قالوا ان هو هرب، فهو بيفكر ان القاتل المتسلسل دوت هرب عشان بيدور عليه هو، فبالتالي تصرفات الشخص دوت بتبان من بره ان في حاجه مضايقاه، بس الناس اللي حواليه بيبقوا شايفين ان هو متضايق بس مش عارفين من ايه، لان الحاجات دي بتبقى داخل دماغه هو بس، فبالتالي ما بيعرفوش يساعدوه. ده غير الاوهام اللي بتبقى عنده اللي بتخليه مصدق ان هو بطل خارق، وان هو المفروض ينقذ العالم من الشر اللي العالم فيه او الفساد، وممكن كمان يصدق ان هو نبي مرسل، وان الاصوات اللي بيسمعها دي هلاوس، دي رسائل من الرب ليه هو بس. فبيبدا ان هو يتعارض مع اهله لان هو عايزهم يصدقوا المعتقدات اللي عنده او الاصوات الداخليه عنده، او يبدا يتعارض مع المجتمع لان هو عنده مفاهيم غلط عن الدين عايز يطبقها. اما بقى بالنسبه للاضطراب في التفكير، فده بيبقى انه مش عارف يقول ايه امتى. يعني مثلا ممكن تلاقي قاعد معاكم مره واحده بيقول لك القمر بيغني والقط بتاعي بيقول لي ان الحكومه بتراقبني من الثلاجه. اما بقى بالنسبه للاضطراب السلوكي البسيط دوت، ان المريض مش عارف يعمل حاجات بسيطه جدا زي مثلا انه يستحمى او ياكل لوحده، ودي كانت الاعراض الايجابيه اللي كانت بتبقى ظاهره على المريض من سلوكه او تصرفاته او تعبير وشه. من ضمن الأعراض السلبية إن الشخص يفقد قدرات أو مواهب أو حتى عواطف كانت عنده. يعني مثلا ممكن يتحول من شخص كان ايموشنال وشخص متفاعل مع الناس اللي حواليه بيشاركهم الحزن وقت الحزن والفرح وقت الفرح، إلى شخص أحمد زي الحاج أحمد في الفرح زي الحزن، أو ما يدعى بالفلات أفكت، أو ما يعرفش ياخد قرار بسيط جدا زي انه مثلا يروح شغله النهارده، او يروح الجامعه لو وراه جامعه، او انه حتى ينزل يقعد في القهوه مع الشباب، فبالتالي هو بيفضل العزله على انه يختلط بالناس. ودي كانت الاعراض السلبيه. ده غير انه عنده صعوبه في التركيز على موقف بعينه لمده طويله، او انه بينسى اي حاجه متقاله قدامه، بينسى بسرعه. يعني مثلا لو انت كنت لسه معاه في محادثه وقلت له اسمك في اول المحادثه، وفي الاخر هو حب ياخد رقمك، ولكن هو في الحقيقه هو نسي اسمك، فهيضطر يقول لك خد سجل انت رقمك، او هيسجلك اي حاجه. يعني ممكن يسجلك بصمه ماليه. مخنا هو اكبر كمبيوتر في العالم، لكميه المعلومات اللي بتخش له وكميه المعلومات اللي بتترجم وكميه المعلومات اللي بيقول لك رد فعلها ايه. ده غير ان هو بيشتغل طول حياتنا من غير ما نعمل له ريستارت. المخ بيتقسم لفص امامي، الفرونتال لوب، ده يعتبر المدير التنفيذي للجسم، ده المسؤول عن الادراك والفهم واتخاذ القرارات والتفكير المنطقي. الفص الصدغي او التمبرال لوب دوت يعتبر الهارد ديسك بتاع الجسم، ده مسؤول عن السمع والبصر والادراك والحس. الفص الجداري البرايتال لوب، ده بيبقى مسؤول عن تحليل المعلومات الحسيه زي اللمس والحراره.
بس ده علاقته بالاشيزوفرينيا. احنا قلنا الاشيزوفرينيا ده عباره عن منتال ديس اوردر، فلو حصل ضعف في الفص الجبهي بيخلي المريض يبقى عنده صعوبه في التفكير واتخاذ القرارات. اما بقى لو حصل للشخص دوت زياده في النشاط بتاع الفص الصدغي، فده بيتخلي المريض عنده انه بيسمع حاجات وهي مش حقيقيه. اما لو حصل اضطراب في الهايبوكامبس، ده بيخلي المريض يبقى عنده اضطراب في الذاكره وما بيعرفش يفرق بين الحقيقه والخيال. بالنسبه للاعراض اللي ممكن تسبب المرض دوت، فممكن تبقى ان حد في العيله عنده تاريخ مرضي مع المرض ده، فده بيزود احتماليه ان الشخص دوت يصاب بالمرض 40%، او البيئه تكون عرضته لصدمات او انتقادات هو اتعرض لها بصوره مستمره، او مثلا ان الشخص دوت بيتعاطى المخدرات وعنده نسبه من المرض، فلما يتعاطى مواد مسكره فبتزود نسبه الهلاوس عنده 6 مرات، فدوت هيقول لك انا لو عايز ابطل هبطل. الاحصاء بتقول ان اللي بيصابوا بالمرض دوت في العالم 1%. الرقم ده يبان لك بسيط، بس لو جيت نبص على مصر هتلاقي ان 1.5% مصابين بالمرض ده جوه مصر، حوالي 1,500,000 مصاب جوه مصر بس. اما بقى لو جينا نبص على كل توأم متماثل اتولدوا مع بعض، فنسبة ان واحد منهم يصاب بالمرض دوت هي 50%. اما بقى لو اب وام واحد من الاباء عنده المرض دوت، فنسبة انه يخلف طفل عنده المرض دوت 1/10. يعني لو خلف 10 عيال هيطلع منهم واحد عنده الاشيزوفرينيا او الفصام. الاشيزوفرينيا مرض زي اي مرض، له علاج كيميائي او حتى انك ممكن تتعالج بجلسات، بس من الاهم من ده كله العلاج النفسي او الدعم الممثل من اهله او قرايبه او حتى اصحابه المقربين ليه، عشان يساعدوه ان هو يتخطى او يتعايش مع افكاره واوهامه، عن طريق ان هم يساعدوه ان هو يتخطى الهلاوس اللي هو عايش فيها، ويساعدوه على الاقل ان هو يتعايش معاها. في النهاية بس حابب اقول لكم من مريض الفصام، ممكن يبقى انا، ممكن يبقى حضرتك، ممكن يبقى زميلك، ممكن يبقى صاحبك، ممكن يبقى اخوك، سواء في الاول والاخر هو بني ادم، ودورنا احنا كصحابه او كاهله ان احنا ندعمه نفسيا وندعمه، لانه برضه هو ضحية لمرض هو ملوش ذنب فيه. وفي الاخر انا عامل الفيديو دوت عشان بس احنا يبقى عندنا وعي ازاي نتعامل مع المرض. المرض مرض زي اي مرض، ليه اعراض وليه علاجه، ودورنا ان احنا ندعمهم نفسيا. وزي ما انت شفت ان الدعم النفسي او الدعم الاسري بالاخص هو اهم عامل عشان مريض الاشيزوفرينيا دوت يتشفي ان شاء الله. بس لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وسبسكرايب. سلام.